سيلفستر ستالوني واحد من أهم وأكبر نجوم الأكشن تقريبا من السبعينات وإلى الآن، لما ترشح لجائزة أفضل ممثل والجائزة أفضل ممثل مساعد وتالتهم كأفضل نص. وفيلم روكي اللي اتعرض سنة 76 واللي كان من بطولته وتأليفه فاز ب3 جوائز أوسكار منهم جائزة أفضل فيلم، غير الفرنشايز اللي بدأوا من وقتها ومازال مستمر إلى الآن، واللي بتقدر مجموع إيراداته تقريبا ب1.4 مليار في البوكس أوفيس بس. وطبعا بيعتبر واحد من أنجح فرانشايزات الافلام، واحد من اهم الاسامي البياعه في نوادي الفيديو زمان. عادي جدا كنت ممكن تدخل نادي فيديو وتساله ما عندكش حاجه لسيلفستر. بس قبل روكي وسنه 76 سيلفستر ستالوني كان لا شيء، زي ما بقول لك كده، مجرد ممثل امريكي مغمور من اصل ايطالي، بس يطلع فيلم روكي للنور ويتغير كل ده. وفيلم روكي بيحكي قصه يعتبر من اشهر قصص تاريخ السينما الأمريكية، بس قصة عمل فيلم روكي تقريبا في نفس روعة الفيلم نفسه، يمكن أهم كمان، وبتديله بعد إضافي كده. سيلفستر كان بيعاني من فقر شديد وصعوبة في المعيشة، وكان بيشتغل أي حاجة عشان بس يقدر يعيش، عامل نظافة في حديقة حيوان أو الأشر أو الشخص اللي بيقعد الناس في السينما، وفي نفس الوقت بيحاول يلاقي فرصة تمثيل، أي فرصة عشان يمثل. وظهر في مجموعة من الأفلام تحت بير السلم كده واللي اتنست طبعا، ومنهم كان في فيلم يعني ما كانش ولا بد كده مش لازم نتكلم عنه أصلا. وفي مقابلة سابقة سيلفستر حكى إنه حاول يعمل كاستنج لفيلم جاد فازر، بما إن سيلفستر من أصل إيطالي يعني، وما كانش بيحاول يعمل كاستنج لدور كبير مثلا، لا هو كان في حفلة اللي في أول فيلم، وبطبيعة الحال هيبقى فيها أمريكان كتير من أصل إيطالي أو إيطاليين كتير، تقريبا 300 شخص، فطبيعي ممكن يبقى له مكان يعني. بس للأسف اترفض إنه حتى يعمل كاستنج أو تجربة أداء، لأنه بالنسبة لهم ما كانش إيطالي كفاية. They're casting 250 extras for the wedding scene. You don't look Italian enough. بس في 75 وبعد مشاركته مجددا في فيلم فاشل، سيلفستر كان مفلس تماما، وقرر يبيع كلبه $50 بس عشان يحاول يصرف على بيته وعلى زوجته. ما معهوش عربية، او يعني عربيته كانت سيئة جدا، وكل اللي معاه على بعض تقريبا $106. وفي الفترة دي خرج عشان يشوف ماتش ملاكمة بين محمد علي وتشاك وينر، واللي شافه كان شيء لا يصدق. شاف ملاكم ملقب بذا بيون بليدر بيقاتل اعظم ملاكم على الاطلاق، لا وكمان قدر انه يصمد لمدة 15 جولة، وكمان يسقط محمد علي ارضا. وده واحد من 4 لقاءات رسمية فقط سقط فيها محمد علي على الارض. وسيلفستر حس هنا ان ده مش مجرد قتال، ده اسقاط على الحياة، وجات له الفكرة لكتابة سكريبت الفيلم، فيلم عن رجل بيواجه الحياة وحتى لو وجهت له ضربة بيقوم تاني، فيلم عن ازاي ملاكم نوادي او ملاكم هاوي من الطبقة العاملة واللي بيقاتل الحياة كل يوم تجيله فرصة انه يقاتل بطل العالم في الوزن التقيل، ومش اي قتال، ده قتال على الحزام على اللقب. سيلفستر كتب قصة الفيلم في 3 ايام بس، والقصة كانت بسيطة زي ما قلنا، ملاكم هاوي من الطبقة العاملة او البسيطة تجيله فرصة يقاتل بطل العالم في الوزن التقيل، ولكنه في نفس الوقت بيحكي عن مكانه في الحياة في الوقت ده. ولو بتسأل عن ماتش محمد علي فهو كسب بالضربة القاضية في الجولة ال15 يعني، بس ده مش موضوعنا. بعد ما سيلفستر كتب الفيلم واللي كان تقريبا 90 ورقة، واللي بالمناسبة ما استخدموش غير تلته بس في الفيلم، كان بيعمل كاستنج لدور وما اتقبلش، وهو خارج او قبل ما يخرج قال للمنتجين اللي قاعدين ان هو كتب فيلم ولو تحبوا تقروه، فقالوا له تمام ابقى عديه علينا وريهولنا. شركة الانتاج اعجبت بالفيلم جدا، بس كان في مشكلة واحدة، سيلفستر كان كاتب الفيلم لنفسه عشان يكون بطله، يعني من الاخر كتبه عشان يكون هو روكي الحصان الايطالي، بس شركة الانتاج رفضت. وبصراحة يعني مين يلومهم، ممثل مغمور محدش يعرفه، وعرضوا على سيلفستر $360,000 مقابل النص بشرط انه ما يمثلش في الفيلم او ما يكونش بطله يعني. بس سيلفستر كان بيحكي انه رغم الحالة المادية الصعبة اللي كان عايش فيها، ومبلغ $360,000 ده كان مبلغ كبير جدا بالنسبة له، الا ان الفيلم لو كان نجح وهو مش بطله كان ممكن يقتل نفسه، وان مفيش حاجة يخسرها، او يعني بمعنى تاني مفيش قاع اكتر من اللي هو فيه. وقبل العرض التاني بانه ياخد $75,000 مقابل النص والتمثيل و10 نقاط او اسهم من الفيلم. ال10 نقاط دول بعد كده كسبوه تقريبا $2.5 مليون من اول فيلم بس خلينا في الوقت اللي الامور فيه كانت لسه صعبة. سيلفستر بالعافية تحصل على $1,000,000 بادجت للفيلم من شركة الانتاج، وده رقم قليل جدا لانتاج فيلم حتى في
السبعينات، وتم الاتفاق مع مخرج مش مشهور قوي وقتها واللي كان اسمه جوجي ايفلتسون، واللي بعدها ب10 سنين اخرج كاراتيه كيد. وسيلفستر حاول يعمل اي حاجه عشان يقلل تكاليف الفيلم عشان ما يخرجش بره البادجت اللي محطوط. يعني مثلا استعان بافراد من عيلته كممثلين وكومبارس في الفيلم. الراجل اللي كان بيغني في الشارع ده اخوه، والراجل اللي كان بيضرب الجرس في الماتش ده والده، وكانوا بيصوروا اغلب المشاهد مره واحده بس عشان تكلفه فيلم التصوير. زمان كان كل التصوير بكاميرات خام، اللي هو الفيلم اللي اتصور عليه مره ما ينفعش يتصور عليه تاني. مفيش بقى جو الديجيتال والميموري وان انت يبقى عندك مساحه مهوله تصور عليها، فكل مشهد كان بيتعاد كان بيكلف فلوس، وما كانش فيه فلوس غير لديك واحد بس. فالديك اللي كان بولي بيرميه من الشباك كان في واحد واقف بره ببطانيه عشان يعني يلقفوا منه، عشان يستلموا منه، وهو بيقطع منه الورك كده ياكله. فلما عادوا المشهد كانوا بيرجعوا الديك تاني، بيرجعوا الورك تاني في الديك ويدبسوه. ومشهد الايس سكيتنج لما روكي خد ادريان لحلبة التزلج كان المفروض يبقى فيه 300 شخص بيتزلجوا في الوقت ده، بس طبعا عشان تكلفة المجاميع والكومبرسات فقرروا يغيروا المشهد ويخلوه بعد ما الصالة ما تقفل. ولو بتسأل ليه روكي ما كانش بيتزلج مع ادريان، فالاجابة بسيطة، يعني سيلفستر ما بيعرفش ان هو يسكيت فريح دماغه ومشي جنبها. وكمان لقطة البانر الكبير اللي المفروض روكي مرسوم فيه في المشهد بيقولوا ان روكي لابس لون غلط. Jurgens, the post is wrong. What do you mean? Well, I'm wearing white pants with a red stripe. بس ده اللي حصل في الحقيقة فعلا. الرسام اللي رسم البانر رسمه بلون غلط، وما كانش فيه لا الفلوس ولا الوقت ان هم يعيدوا البانر تاني، فغيروا في المشهد برضه وخلوا روكي بيسأل اللي هو انتوا ملبسيني لون غلط. وكمان الروب اللي كان لابسه للفايت كان جاي اكبر من روكي ب9 مقاسات، بس لنفس الاسباب روكي قال للادريان اللي هو البتاع ده مش مظبوط عليا، او بمعنى تاني غيروا في القصة عشان تناسب الحدث اللي هم فيه. Adrian, you don't think this robe here is too baggy, you know? Good luck. Don't leave town. ده حتى البيت اللي كانوا مأجرينه كان المفروض ينطردوا منه. وكان باقي اهم مشهد في الفيلم، المشهد اللي روكي فيه بيعترف لأدريان ان هو خايف من الفايت. Can't do it. What? I can't beat him. وما كانش معاهم وقت غير لشوط واحد بس. من الاخر كل حاجه كانت على الحركرك وكل حاجه اتنفذت بالفهلوه، ويمكن ده اللي خلى الفيلم واقعي اكتر. الحاجات دي حسستك بمدى المعاناه اللي روكي بيعيشها في الفيلم وقد ايه حياته صعبه. ولو بتسال عن مصير كلب سيلفستر اللي باعه عشان ما كانش يلاقي ياكل، فسيلفستر رجع واشتراه ب $3000 اول ما تحصل على فلوس، والكلب ده هو اللي ظهر معاه في الفيلم ده وفي الفيلم اللي بعده. المهم بعد ما الفيلم ما اتصور وجه وقت اغنيه الفيلم او الموسيقى التصويريه الاساسيه او الثيم سونج، واحده من اشهر التراكات في تاريخ السينما، مش مبالغ بجد، واللي اترشحت للاوسكار برضه، Gonna Fly Now. صناع الفيلم المخرج وسيلفستر والمنتجين كانوا محتاجين ثيم سونج للفيلم، كان معاهم اغنيه بس يعني مش احسن حاجه، فعملوا اجتماع مع بيل كونتي وفريقه ووروهم الفيلم، وردهم كان ان معاكم فيلم هيترشح للاوسكار، لا ده مش بعيد يكسبوا كمان، بس بشرط انك تتخلص من الاغنيه دي. عارف انت نفس جو مين الصنايع الحمار اللي كان شغال قبلي ده. وفي النهايه خرجوا باغنيه Gonna Fly Now. كان في اغنيه كامله بس المخرج قرر ان هو يستخدم 30 كلمه بس عشان ما يبوظش مشهد الجري الايقوني الروكي وهو بيجري لحد ما يوصل لسلم متحف الفن في فيلادلفيا. وكلمات الاغنيه اللي اتبقت كانت بسيطه، Trying hard now, getting strong now، وطبعا في الاخر Gonna Fly Now. والمشهد الايقوني نفسه تصويره كان غريب، تم تصويره بدون اي تصاريح، وهم نزلوا وجريوا وصوروا في الشارع. في اصلا ناس كتير من اللي ظهروا في المشهد ما كانوش ممثلين، كانوا بجد، بالذات في مشهد السوق. وحتى الراجل اللي رمى الروكي البرتقانه اللي هو مسكها منه ده كان بجد. وفي صحفي في 2013 حسب المسافه اللي المفروض روكي جراها في المشهد، مش المسافه اللي سيلفستر جراها بجد، مع ان المخرج كان بيجبر روكي ان هو يجري مسافات كبيره جدا عشان يبدو عليه الارهاق. المهم ان الصحفي حسب المسافه اللي روكي جراها في المشهد وطلعت تقريبا 50 كيلو. لا حضرتك ده ماراثون مش تمرينه. وفي الاخر طبعا صعود روكي للسلم اللي اتسمى بعد كده بروكي ستيبس بسببه. هما بيصوروا الجزء الثاني وتحديدا المشهد الايقوني، الناس تفاعلت بشكل اكبر بكتير جدا وبداوا يجروا مع روكي او وراه. في اخر المشهد تقريبا وصلوا ل 800 شخص اغلبهم من الاطفال. فمشاهد الجري كلها كانت حقيقيه، مشاهد الالم وسيلفستر ماسك جنبه من الارهاق كانت حقيقيه، ومشاهد التمرين كانت حقيقيه برضه، وده اللي ادى القصه الحقيقيه جدا بعد واقعي اكتر. Yeah, to you, but to me it's Thursday, right? النهاية الأصلية للفيلم كان المفروض بعد الفايت النهائي ما يخلص وروكي وأبولو يشلوحوا في بعض، المفروض روكي يطلع من الحلبة ويقابل أدريان ويمشوا مع بعض لأوضة اللبس، وروكي يرجع مجهول تاني، شخص لمس المجد مرة في حياته
واختفى. بس ما حسوش ان النهايه مرضيه، فقرروا ان هم يصوروا المشهد الاخير تاني، وما كانش معاهم فلوس غير ان هم يصوروا كورنر او ركن واحد من الحلبه. وزي ما انت شفت روكي بعد الماتش الصحفيين بيكلموه وهو عمال يزعق ادريان ادريان هاتولي ادريان، وهي من وسط الزحمه توصل له. عشان يقرروا ان دي تكون النهاية الرسمية للفيلم. المهم الفيلم خلص واتعرض في السينمات في هوليوود ولاقى استحسان الجماهير، بس الاختبار الحقيقي كان لما تم عرضه امام نقابة المخرجين وكانت القاعة محجوزة بالكامل. سيلفستر كان بيحكي ان الامور ما كانتش ماشية كويس، ما كانوش بيضحكوا لما كان المفروض ان هم يضحكوا، مشاهد القتال كانت تبدو انها مملة، كل حاجة كانت غلط. الفيلم خلص وسيلفستر فضل قاعد في القاعة بعد ما كله مشي، هو حاسس انه اهان نفسه وإنه كل شيء انتهى. ولكن وهو خارج لقى كل اللي كانوا في القاعة مستنيينه وبيسقفوا له بشكل هستيري. سيلفستر بيحكي إنه عمره ما عاش لحظة زي دي. وزي ما قلنا فيلم روكي ترشح ل9 جوائز أوسكار، فاز ب3 منها ومنهم جايزة أفضل فيلم، وتاليا شاير اترشحت لجايزة أفضل ممثلة، واللي بالمناسبة كانت في جاد فازر، الفيلم اللي سيلفستر اترفض إن هو يكون كومبارس فيه. كانت بنت دون كوروليوني اللي فرحها كان في أول فيلم. وسيلفستر اللي اترشح لجايزة أفضل ممثل أصبح واحد من أهم الممثلين في هوليوود ويعتبر اهم ممثل اكشن وقتها. بس للاسف هنا بتبدأ النحتاية. روكي أصبح ظاهرة في البوب كالتشر الأمريكي، خاصة إن أمريكا كانت لسه خارجة من حرب فيتنام في منتصف السبعينات، وأفلام زي تاكسي درايفر وذا نتورك كانت بتظهر الجانب القبيح من آثار الحرب، فجزء كبير من الجمهور الأمريكي اتجه نحو الفيلم اللي بيحسسهم بالأمل واللي هو روكي. على الأخذ بالاعتبار إن فيلم ذا جاد فازر 2 كان أول سيكوال أو جزء تاني من فيلم يحصد جايزة الأوسكار، فده شجع صناع فيلم روكي إن هم يعملوا جزء تاني من الفيلم. وروكي وافق يلعب ريماتش مع أبولو كريد. واللي بالمناسبة أبولو كريد كان يعتبر إسقاط على محمد علي، ده محمد علي بنفسه أكد الموضوع ده. بس للأسف هم شالوا من الفيلم كل أسباب نجاح روكي الأولاني. الفيلم ما بقاش على الأندر دوج بيقاتل الحياة، الفيلم أصبح مجرد فيلم رياضي، وعشان يخلقوا دافع لروكي عشان يقاتل خلوه عن طريق مراته أدريان اللي روكي بيقرر يقاتل عشانها ويكسب. وبقى فيه فورمولا واضحة لأفلام روكي شبه كده الفورمولا بتاعت أفلام السوبر هيروز. روكي بيتعرض لخسارة في أول الفيلم، مش شرط هو اللي يخسر، المهم إن هو يتعرض لخسارة تخلق دافع، يخسر ماتش بقى، مراته تتعب، مدربه يموت، أو حتى أبولو اللي بقى صاحبه، وبعدها يفقد الامل، بعد كده يتمرن، وهو تقريبا الجزء بتاع التمرين في الفيلم هو اهم جزء، حاجه كده زي انميات الشونن، ويقاتل في اخر الفيلم باسلوبه اللي بيسمى التانك، وهو انه يفضل يتضرب لحد ما اللي قدامه يتعب، وفي الاخر روكي هو اللي يتغلب عليه. وبداوا يعملوا له هيل زي المصارعه كده، او اللي هو الفيلن او الشرير، مره مستر تي ومره حتى شرير باجنده سياسيه زي دراجو اللي كان في الجزء الرابع والحرب ما بين امريكا والاتحاد السوفيتي. وللاسف الجزء الخامس اللي بحاول انساه او اتناساه، فيلم ملوش اي علاقه بروكي او الفرانشايز عموما، انا بعتبر ان الفيلم ده ما اتعملش اصلا، لا 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 مش هتكلم عنه حتى. ويجي الجزء السادس او روكي بالبوا، واللي كان في 2006 روكي العجوز بيقاتل ملاكم شاب، والفيلم فيه كوت رهيبه الروكي بتوضح معنى افلام روكي كلها او على الاقل معنى الجزء الاول. الكوت او المقوله دي بتتحط تقريبا على كل فيديوهات الموتيفيشن. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. وما بين افلام روكي سيلفستر عمل مجموعة من افلام الاكشن، منها الحلو ومنها الوحش ومنها اللي كان واخد اجندات سياسية واضحة زي افلام رامبو مثلا. السلسلة كلها بتعتبر الافلام التجارية اللي مبنية على حرب فيتنام، يعني انا بعتبر الجزء الاول عكس فيلم تاكسي درايفر، هما ملهمش علاقة ببعض بس انا بحس كده. بس رامبو عمل شعبية سيلفستر جوه وبره امريكا، وبقى اشهر شخصيتين عملهم هما روكي ورامبو، غير افلام تانية طبعا كتير. بس الغريب بالنسبة ليا انه عمره ما عمل افلام مافيا، بالذات انه هو امريكي من اصل ايطالي، فهو مناسب جدا للادوار دي مع الفورمة وافلام الاكشن اللي بيعملها. هنيجي للنقطة دي كمان شوية. في 2013 سيلفستر ستالوني اجتمع مع روبرت دينيرو في فيلم جراج ماتش عن 2 ملاكمين سابقين كبار في السن، وشخصية روبرت دينيرو طول الفيلم بتحاول انها تقنع شخصية سيلفستر ستالوني ان هم يلعبوا
يلعبوا مباراة او قتال. احلى حاجة في الفيلم ده ان الاتنين واحدة من اهم المحطات السينمائية في حياتهم كانت ادوار ملاكمين. سيلفستر ستالوني وروكي زي ما بنقول من اول الحلقة، والدور اللي روبرت دينيرو خد فيه الاوسكار التانية ليه، والاولى كممثل رئيسي. وتقدر تقول ان ادوارهم في الفيلم ده يعتبر نفس ادوارهم في الافلام اللي عملوها كملاكمين. والسبب بقى اللي رجع لي كل ذكرياتي مع سيلفستر ستالوني وخلاني اعمل الفيديو ده هو احدث اعماله. كنت بقول لك من شويه ان سيلفستر من ساعه ما بقى نجم عمره ما عمل فيلم مافيا، ومش انا الوحيد اللي كان نفسه يشوف سيلفستر كدور مافيا او في عالم الجريمه المنظمه. لا، ده سيلفستر نفسه كمان كان عايز يعمل كده، لحد ما تيجي فرصه انه يعمل فيلم عن المافيا ولكن المشروع يفشل، ومن حيث لا يدري تخرج فيلم مسلسل تولسا كينج، واللي بيتكلم عن زعيم مافيا كبير في السن بيتجه غربا، حاجه كده ميكس ما بين المافيا والكاوبويز، او يعني هو ما فيهوش كاوبويز كتير بس حاجه ما بين الاتنين. انا حبيت المسلسل جدا جدا، مسلسل رائع ومسلي، وسيلفستر فيه الحقيقه رايق، مش محتاج ان هو يمثل اصلا، كاريزما طاغيه، زعيم مافيا حقيقي. والاخراج والتصوير كانوا رائعين، كل حلقه كان فيها كادرات رهيبه وسينماتوجرافي جميل، والقصه والكادرات والاسقاطات فيها حاجات عميقه وفيها حاجات بسيطه، وهي بسيطه بس مش سطحيه، يعني حاجه سلسه كده. فلو في حاجه توصف مسلسل تولسا كينج فهي انه ممتع. وتقريبا ده المسلسل الوحيد اللي شفت الانترو بتاعه في كل حلقه. في الاول كنت بحسب ان هو مسلسل عن واحد بعيد عن العالم بقاله 25 سنه، فاللي هو فكره واحد قديم في عالم جديد والتضاد ما بين الحاجتين دول، وكنت بحسب الانترو اصلا بيتكلم عن كده، بس الانترو طلع ان هو بينقلك من نيويورك لتولسا، واللي هي تعتبر متاخره في التقدم شويه عن نيويورك، وفي نفس الوقت برضه انه واحد بعيد بقاله 25 سنه. ورغم تقدم سيلفستر في السن الا انه بيقدم مستوى تمثيلي رهيب، حتى مشاهد الاكشن منطقيه وحلوه. يعني للاسف مشاهد اكشن سيلفستر في الفيلم وان هو يضرب ناس خلتني لا اراديا افتكر مشهد في فيلم ذا ايرش مان، فبلاقي ان مشاهد تولسا كينج تعتبر درس لازاي شخص في السن ده يضرب شخص تاني. وانا مش بتكلم عن فيلم ذا ايرش مان، انا بس بتكلم عن مشهد الضرب بتاع روبرت دينيرو. وعموما لو فضلت اتكلم عن الحاجات اللي عجبتني في مسلسل تولسا كينج مش هنخلص. هو فيه كام حاجه ما عجبتنيش، كام قرار حاسس ان هم متخلفين، ولكن بشكل عام المسلسل ممتع جدا. ولو بتدور على حاجة ممتعة تتفرج عليها فأكيد برشح لك المسلسل ده. بمناسبة نوادي الفيديو اللي اتكلمنا عنها من شوية، أنا فاكر إن أنا رحت مرة وأنا صغير وقلت لعمه أو الراجل اللي في المحل إن أنا عايز حاجة لسيلفستر، فاداني فيلم اسمه المنقذ. روحت واتفرجت عليه وانبسطت، وبعد فترة رحت لنفس المحل أو يمكن محل تاني مش متأكد، ونفس الطلب أنا عايز حاجة لسيلفستر، فاداني فيلم اسمه الحارس، وطلع هو نفس الفيلم بس هو الافيش بتاع الفيلم هو اللي متغير، الافيش المصري المترجم. جيت بقى في مرة تالتة مش متأكد برضو في نفس المحل ولا في محل تاني، ولقيت فيلم سيلفستر مكتوب عليه نفق الجحيم، بس ما وقعتش في الفخ المرة التالتة يا معلم، تقريبا لمجرد ان اسم نفق الجحيم بيوصف الفيلم جدا فعرفت ان هو نفس الفيلم. الفيلم في النهاية اسمه داي لايت، بس ما علينا. وبس قام بأعمال المونتاج والإيديتنج لهذا الفيديو الرائع خليته صديقي خالد عبد السلام. وشكرا ليك صديقي الرائع لو كملت الفيديو لحد هنا. كان معكم الرائع دائما أحمد الجعفري. سلام.